يلا. احنا من داخل جزيره الوراق، معانا مع عم محمود ابو الفضل من بسوس. الراجل ده الحكومه مدياله 25 سنه بسبب نازل شتمهم من عنده. هات لي اي ماده في الدستور تمنع ان في مواد تنزل الجزيره، اي ماده في الدستور. الحكومه واخده علينا بلطجه وعافيه، ان هي تمنعنا بلطجه وعافيه. مفيش ماده من الدستور ان هي تمنع اي مواد بناء تخش الجزيره. احنا بقالنا ازيد من 100 سنه بننزل مون في الجزيره. مفيش ماده في الدستور تمنعنا ان احنا ننزل مون في بلدنا. اتفضل يا عم محمود اتكلم. ذنبي ايه انا اخد مؤبد واطرد انا واولادي من البيت وسايب بيتي؟ ذنبي ايه؟ عشان محمد خليفه؟ عشان بعت لي وقال لي ما تخليش حد يعدي من الناس ديت واضرب واحد وموت واحد وانا مالكش دعوه؟ قلت له سعادتك تعالى انت حوشهم، انا ما اقدرش عليهم، ما اقدرش انا على 200 راجل. تعالى انت. يروح عامل لي قضيه خد فيها مؤبد 25 سنه غيابي، وعملت عادة اجراءات والجلسه خلاص قربت. ذنبي ايه تخليني اطرد انا واولادي الاربعه من البيوت عشان بيبعت لي مع رجالته اللي جاي لي قرار تصفيه؟ ذنبي ايه؟ ذنبي اللي ساعدت الناس تبني بيوت عشان ما هم بيمشوهم من بيوتهم؟ هي دي اسرائيل؟ هي الجزيره دي يهود ولا ايه؟ احنا عاوزين نعرف. وقبل كده محمد خليفه جاب لهم ناس بلطجيه ضربتهم، وعشان انا معايا الصور بتاع الناس البلطجيه بتاعته جاب لي 25 سنه بيهددني. بس هو عارف ان انا معايا الفيديو بتاع الناس وعارفهم بالاسم. الناس من ابو الغيط من عندنا، وناس من بسوس، وناس من شراره، وناس من عزبه الشيمي، كل واحد باسمه عارفه. رجاله محمد خليفه بالفرد اللي هم جم ضربوا الناس على البحر، انا معايا اساميهم ومعايا صورهم ومعايا صور محمد خليفه وهو واقف لهم مراقب على الدائري. معايا الصور دي كلها. بسببها اطرني انا عملت ايه؟ انا عاوز اعرف. نداء لسيد رئيس الجمهوريه، نداء لحقوق الانسان، نداء لوزير الداخليه، نداء لرئيس الوزراء. احنا عملت ايه؟ عملت ايه عشان اشيل ده كله؟ ده انا لو ارهابي مش هيعملوا فيا كده عشان يحاكم لي 18 واحد ومحاكمه امن الدوله طوارئ. ما عملوش حاجه. وهم عملوا ايه؟ بيبيعوا زلط ورمل. هو بيع الزلط والرمل ممنوع في الدوله؟ مفيش اي حرام. اي دستور يمنعنا ان احنا ننزل رمل وزلط في الجزيره. مفيش اي ماده في الدستور تمنعنا ان احنا ننزل اي زلط ورمل في الجزيره. لو انت هتمنعنا ادي بقى للشباب اللي عندنا دي كل واحد شقه. لو انت هتمنع رمل وزلط يخش الجزيره ادي للشباب اللي عندنا كل واحد شقه يتجوز فيها. ما الشباب اللي عندنا دي عايزه تتجوز، هنجوزها في ايه؟ احنا بنناشد جزيره الوراق واي حد من الجزيره يشير، واحنا مش هنسكت على الناس اللي محبوسه دي. بنادي لكل واحد في الجزيره، السباك يتدخل، بتاع المحاره واكل عيش، بتاع النجار واكل عيش، بتاع الفاكهه واكل عيش من ورا الرمل والزلط ده، الناس اللي بنت، الناس اللي بتمحر، اي حد في اي بني ادم في الجزيره بنناشده ينشر كل حاجه ويتكلم. اي حد في الجزيره يا جدعان، محدش يسكت. احنا بنناشد اي مواطن في الظلم، والظلم عن نفسي، والظلم عن ولادي، والظلم عن الناس اللي جوه في قلب السجن دي. حرام. الناس اللي محبوسه ظلم دي حرام. الناس اللي الحكومه واخداها ظلم وحبساها. احنا بنناشد اي مواطن من الجزيره يطلع ويتكلم. احنا بنناشد اي حد، وبنناشد وزير الداخليه ينزل ويعمل تقرير ويشوف الناس دي مالها، يشوف الناس دي كانت بتتاجر في ايه؟ الناس دي محبوسه في ايه؟ ولا بتبيع بودره؟ ولا انت واخدها في ايه؟ ده لو بتبيع بودره ومخدرات بياخدوا براءه. تجار البودره والمخدرات، الكوكايين ومخدرات وبودره وايه وايس ولا ايه؟ ما انا عاوزين نعرف. يا سياده الرئيس اتدخل، يا سياده الرئيس. الدنيا بتخرب واحنا شباب ورجاله. احنا من اهل مصر، احنا مش كفره. رئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل في قضيه الجزيره، يتدخل في قضيه الجزيره وينزل يشوف مطالب الناس دي، ينزل يشوف مطالب الناس دي. الجزيره لسه زي ما هي، الجزيره كلها زي ما هي على ارض الواقع اهو.